الفترة دي جم من بختي كان بسبب اعتذار شاري. اوكي. كانت بيت القاصرات وراقصة قطاع عام. دول كانوا بتاع شريهان، كانوا بتوع شريهان، ما كانوش بتوعي خالص. بيت القاصرات ده الفيلم. الفيلم ده عجيب. حلو قوي. انا بحب الفيلم ده بشكل حلو جدا، غريب. الفيلم ده حلو فعلا. كويس قوي. بتشوفيه دلوقتي؟ ما بشوفوش خالص يعني، ما صح، ما بقاش موجود على اي، كان زمان بيتعرض كتير. انا لاحظت ان انا كل الشغل اللي عملته مش موجود خالص، لا في الانترنت ولا في البلاتفورمز ولا خالص. كل شغلي مش موجود خالص يعني. انا ما اعرفش ليه، بس الفيلم ده صدفه. ده كان مهم وكان بينزل في التلفزيون على طول. كان ايوه حلو وحلاوه. وراقصه يعني كان في كام عمل كده اختفوا خالص، مش موجودين. وراقصه قطاع عام ده مسرحيه كانت رائعه. ضحك رهيب. رائعه. كان فخراني وكان كاست جامد جدا. ومحمد فريد انا برضو كان في من الناس اللي هم بجد بتتكلم عنه. هو وحيد سيف، هو ده كان ايه يعني؟ يا خرابي على جمال. يعني ازاي عامل كده؟ يا خرابي. يعني ازاي في حد كده في الكون بالخيال بالضحك؟ ده قمر. قمر حقيقي. وكان راجل بيفهم بشكل، بيفهم في الفن طبعا. وبتسأله على اي حد يجيب لك تفاصيل كده لا يمكن حد طبيعي، لا في فنه لا يمكن حد طبيعي ياخد باله منها، او حتى ناس كتير بروفيشنال ما تعرفش تبص قوي كده. اوكي. كان رهيب. واوقات ما مثلش بس كوميدي، هو مثلا حاجات تانية. يعني مثلا في فيلم لسه فاكره حالا، ملف في الاداب، والراجل ده مثل عمل دور الراجل الواشي اللي بيوشي بالناس وجد، ودور راجل عظيم. راجل عظيم. واشتغلت معاه كتير قوي. انا اشتغلت معاه كتير قوي. يعني حاجات كتير قوي، كوميدي كتير. اشتغلنا فوازير مع فوازير بعض. صح. انا وهو علاء ولي الدين وعلاء مرسي. دي كانت مسخره. كان برضو تأليف ابويا وكان انتاج ART، وكانت حلوه جدا جدا، ممتعه يعني. انت عملت مسرحيات كان مع مدحت صالح؟ عملت مسرحيه مع مدحت صالح؟ عملت ولاد الشوارع. ولاد الشوارع. وراقصه قطاع عام، دول اكتر 2 مشهورين. بقيه المسرحيات اللي عملتها، عملت مسرح كتير قوي بس ما اتصورتش، حاجات ما اتصورتش كلها. كانت بتاعت الدوله. اوكي. عملت مسرحيات كتير فعلا يعني انا المسرح بالنسبه لي يمكن اكتر حاجات اشتغلت فيها كان مسرح، مش سينما وتلفزيون اكتر بكتير. طب وبقول لك المسرحيه بتاعت مدحت صالح دي، بقول لك حصل حاجه، كان في دور جرسون كان في مشكله فيها سفراجي؟ لا، كنت بخش المسرح الدخله الاولانيه، كنت بخش بموتوسيكل. اوكي. فالموتوسيكل جايبينه بقى، فما بيعملوش صيانه. فرمله ثابت. اوكي. وانا بخش مندفع بالموتوسيكل، يعني مش بخش بالراحه. لا، بخش بلف لقطه. يعني ستانت كده، ستانت يعني. فجيت بعمل التيرن بتاعته، فالموتوسيكل مش عايز يقف. فطار بيا على الناس اصلا. يا نهار اسود. الموتوسيكل نفسه نزل على البناوير، بس البناوير كان فيه خشب كده في المقدمه، فصدت الموتوسيكل عن الناس. وانا طرت بقى على الصف اللي بعد البناوير. اوكي. نازله لهم. ده كان حاجه يعني مأساويه، بس انا ما جراليش حاجه خالص الحمد لله. يعني ما اعرفش ايه اللي جرى، بس يعني طرت ونزلت نزلت على الناس. السلام عليكم. بس ورحت قايمه ومكمله وبتاع، والناس قعدت تسقف وحاجات كده، والكاست قعدوا فاكرين ان دي فقره يعني من ضمن وبتاع. فقلت فانا بكمل تمثيل عادي. المسرحيه عادي. هم كانوا متوترين ان انا تعبانه او حاجه. بس انا كنت زي القرد، ما فيش حاجه. انا ايامها انا بلعب رياضه اصلا من زمان. فحكايه الستانس والاكشن وعملت حاجات فيها اكشن كتير. عملت في السينما اكشن كتير قوي.